عبد، هتشغله عندك عبد يومين وهينزل يعني ما علينا. خلي بالك برضو يعني اللي انت هتعمله ده ما تفكرش يعني عارف معظم الناس هتكسل تعمل الكلام ده. فانا عايزك توفر الا لو انت محتاج مدرب. انا مش بقلل من قيمه المدرب، المدرب مهم جدا فوق ما انت متخيل. راجل عنده خبره، راجل عارف هو هيعمل ايه. بس الكلام ده في حاله انت ما انتش طالع بطوله يعني يعني معلش انت مش داخل مستر ايجيبت اليومين الجايين ومعكش فلوس والدنيا مش مظبطه. انا جيت. اتاخرت عليك صح؟ معلش كنت بجهز لك الدنيا. The sun goes down. انا مش هطول عليك ومش هطول لك في الفيديوهات. انا عملتهم لك ان شاء الله 4 فيديوهات. الفيديو الاول هنتكلم فيه عن التغذيه، والفيديو الثاني هنتكلم فيه عن الاختبارات وانك ازاي تحدد مستواك، والفيديو الثالث هنتكلم ازاي ان انت تعمل جدول تدريب، واخر فيديو ازاي تتابع نفسك. تمام؟ جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التدريب؟ امال النونو فين؟ لا والله يا ابني مش موجود. نقول له مين لما يجي؟ يا جدعان بلاش غباوه بقى يا جدعان بقى يا نونو. علشان تبقى فاهم برضو الموضوع ده عامله للمبتدئ او مش المبتدئ، للمبتدئ وللمحترف وللمتوسط وكل حاجه. بس المحترف خلاص هو اوريدي عارف هو بيعمل ايه، واللي فاهم فاهم. بس ده عامله للي مش عارف هو يعمل ايه او يمشي على نظام ماشي ازاي او يظبط دنيته ازاي. عايز يتمرن مع مدرب والدنيا صعبه معاه اليومين دول، الوضع ما يسمحش. الموضوع سهل وعادي لما تتعلم، مش لازم تفضل على طول ماشي مع مدرب. خلاص الموضوع بقى اسهل من كده يعني. ممكن نسال بعض، احتجت قوي بقى تتابع مع مدرب، عندك بطوله عندك حاجه او انت كسول، عادي. خلي بالك برضو يعني اللي انت هتعمله ده ما تفكرش يعني عارف معظم الناس هتكسل تعمل الكلام ده. وانا بختصر لك، مش معنى انا بختصر لك ان انا بقلل من قيمه المدرب، لا بالعكس. المدرب جامد، المدرب بيريحك، المدرب عنده خبره جامده، المدرب عارف هو بيعمل ايه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ بص يا سيدي، احنا كل شغلنا هيبقى بالذكاء الاصطناعي. احنا هنشغله عندنا عبد حرفيا. تمام؟ في كذا موديل. في عندك شات جي بي تي، في عندك حاجه اسمها كوين ماكس، في عندك ديب سيك. كلهم واحد، بس طبعا شات جي بي تي البريميوم اللي هو شات جي بي تي 4 احسنهم طبعا، بس كلهم واحد. يعني انت لو سالت كوين ماكس وقلت له انت اخر ابديت ليك امتى، هيقول لك انا اخر ابديت ليا في سنه 2023. شات جي بي تي اخر ابديت ليه في يونيو 2024. ما فرقتش قوي، بس هي الفكره ذات نفسها انت ازاي تتعامل معاه. انت هتقول له انا عايز ايه، انت لازم الاول تجهزه وتفهمه. تقول له انت فلان الفلاني، انت شغال كذا، انت راجل دارس كذا وكذا، وعلى هذا الاساس تبدا انت تديله البيانات بتاعتك، وبعد كده هتلاقي معاك اجمد مدرب ممكن تتخيله. واتكلم معاه، لا انا مش عاجبني كذا، انا عايز كذا، لا انا ما بحبش كذا، لا انا بحب كذا. هتلاقي الموضوع سهل وسلس. تمام؟ انت اول حاجه لازم تديها له تقول له انت شغال ايه. تمام؟ فاحنا في صيغه كده بنتكلم فيها دايما مع الذكاء الاصطناعي، هتقول له اكت لايك، يعني اتصرف كانك. سواء بقى انت عايزه في اي مجال بعد كده، عايزه في مجال المحاسبه، عايزه في مجال التدريب، عايزه في مجال المحاماه. خلينا نكتبها بالعربي، مش هقول لك نكتبها بالانجليزي عشان ما صعباش عليك. فهنقول له تصرف كأنك مدرب كمال أجسام محترف. احنا ممكن نعمله بالانجليزي بس احنا هنكتبه بالعربي عشان ايه ما نصعبهاش يعني. هي مش ناقصه اي رخامه يعني، خلي الموضوع سهل علينا وعليك يعني. تصرف كأنك مدرب كمال أجسام محترف وأخصائي تغذية معتمد، وحدث بياناتك إلى يومنا هذا. احنا النهارده كام؟ التاريخ الفيديو ده بتاريخ 26/4 ده النهارده. ها؟ إلى يومنا هذا 26/24/25 لكي تساعدني في تحقيق هدفي في خلال 90 يوم. ومن اليوم سوف يكون اسمك كابتن، سميه اي حاجه بقى، انا هسميه كابتن سام. اتفقنا؟
كابتن سام. هيرد عليك هو بقى، هتلاقيه بيعمل ابديت وهيعمل انالايز لنفسه كده ويفضل يقعد شويه يقول لك ابديت سيف دي ميموري. قال لك ايه بقى؟ قال لك تم تحديث بياناتي كابتن سام مدرب كمال اجسام محترف واخصائي تغذيه معتمد حتى تاريخ اليوم وملتزم بمساعدتك لتحقيق هدفك. شوف بيقول لك هعتمد معاك في ايه؟ هيعتمد معاك في تدريبات المقاومه على مبدا البروجريسيف اوفرلود، وهيوزع المغذيات بشكل دقيق وسعرات وبروتين وكرب ودهون بحسب كتلتك الحاليه، وهيراقب القياسات والوزن والتقدم اسبوعيا، وهيحط لك خطط وجبات مرنه، وهيعمل لك خطه اداره اجهاد ونوم لتعزيز التعافي وبناء العضلات. هيعمل لك كل حاجه حرفيا. خلينا نساله سؤال ونقول له انت ايه الشهادات اللي انت اخدها دلوقتي وبناء عليه انت هتشتغل معايا؟ طيب قول لي ايه الشهادات اللي انت حاصل عليها وبناء عليها قلت ان انت معتمد. يقول لك ممتاز. شوف بقى الشهادات اللي هو اخدها، اخد بقى سي بي تي من نزم، واخد من اي اس اس اي، واخد نيوتريشن مش عارف من ايه، وداس. هو راجل درس في ثانيه الا ثانيه. يعني انت عشان تتابع مع واحد زي ده يعني مناخيره لو وقعت مش هيوطي يجيبها وهيعدي لك فلوس. فتخيل ان انت تحت ايدك حاجه زي كده، فلازم تستغلها صح. احنا في شويه بيانات، في شويه داتا هنديها له، وشويه الداتا دول بناء عليها هو هيعمل لك كل اللي انت نفسك فيه، وفي نفس الوقت بالملي ليك. مش بقى نظام مع فلان واخدناه عدلناه اصل دي نفس الكيز اللي كانت مش عارف مع مين، مفيش الكلام ده. فاحنا هنقول له شويه يعني ايه. انا بالحق انا مجهز لك برومبت. البرومبت ده اللي هو مجموعه اوامر انا كاتبها ومجهزها. اعوذ بالله من انا هسيبها لك، ما اعرفش لسه سيبها لك فين بصراحه، في كومنت بقى في الفيديو في الاخر ايا كان. انت هتاخدها كوبي بيست، هتقوم قايل له في شويه بيانات هتبقى قدامك كده اللي هو الطول الوزن السن اللي مش عارفه ايه، هتشيلهم وتحط البيانات دي وتقوم دايس له انتر. حتى كمان انا هقول لك هسيب لك في البرومبت ان انت النوع الاكل اللي بتحبه ايه والنوع اللي ما بتحبوش ايه، وهنتمرن وهعايزهم كام وجبه. هسيب لك كل حاجه انت تفصلها بايديك تمام. بس انا بعلمك دلوقتي علشان بعد كده تبقى انت عارف انت هتعمل ايه. حبيت تشيل حاجه، حبيت تتكلم معاه، انت بعد كده هتطور نفسك، ما تفضلش تحت، اطلع تمام. ايه اللي هيبقى مطلوب منك؟ هيبقى مطلوب منك وزنك وطولك وعمرك ومعدل نشاطك. معدل نشاطك ده انا هفهمها لك هي عباره عن ايه تمام، وقياس ومحيط الوسط بتاعك ومحيط الرقبه. ليه محيط الوسط ومحيط الرقبه؟ عشان ما تعملش انبادي. يعني انا حتى كمان هخليك قاعد في البيت تاخد المقاسات دي، بدل ما اقول لك لا اصحى الصبح وروح اعمل انبادي ومش عارفه ايه، ولا لازم الجهاز يبقى فوق ال 220 ونقعد نقرف في بعض ونقرف في نفسنا. هيها 1 زائد 1 بيساوي 2، مش مستاهله. فانا بساعدك انت تظبط دنيتك تمام. وبعدين يعني الاي اي دلوقتي بقى مبهدل الدنيا بقى يعني اعتماد 90% ما كانش 100% عليه. واللي يقول لك مش بعتمد عليه والله كذاب، يا اما حلوف. ما هو حاجه من الاثنين يعني، يا كذاب يا حلوف. اصل اللي ما بيعتمدش عليه اي ده النهارده ده تحت بقى في اسفل السافلين النهارده. ما علينا عشان ما ناخدش من موضوعنا. هو قال لك شويه الشهادات وبعد كده قال لك انا هعمل معاك ايه بقى. قال لك احنا هنحلل بيانات الجسم وهنحسب البي ام ار اللي هو معدل السعرات اللي جسمي محتاجها لو انا نايم على السرير ما بتحركش ما بعملش اي حاجه، عشان بس الاعضاء الحيويه تفضل شغاله مظبوط. والتوتال ديلي اكسبندتشر انرجي اللي هو بعد كده انا دايما بعمل نشاط. يعني انت واحد من الناس بتصحى من النوم بتروح المدرسه بتروح الجامعه بتروح تجيب الحاجات للبيت بتنزل تروح دروس، واحد تاني بيصحى من النوم بيروح شغله، واحد تاني شغال صنايعي، مش في مجهود بيعمله بينزل يتمرن، مش في حاجات من دي بيعملها. ده اسمه معامل النشاط اللي هو الفيزيكال اكتيفيتي. دي ليها حسبه معينه كده ثابته 1.3 لو انت بتتمرن 3 ايام في الاسبوع، 1.4 مش عارف لو بتتمرن قد ايه. فاحنا دايما بنقول ان احنا هنتمرن 5 ايام في الاسبوع وان احنا معدل النشاط بتاعنا عالي، فاحنا هنضرب في 1.55. المهم هنكمل. فاحنا هنقول له دلوقتي هنديله شويه البيانات اللي هو طلبها تمام. هنقول له العمر بتاع ده بيسجل ولا لا، عشان لو مش بيسجل هتبقى داهيه. هنقول له العمر كله، العمر 33 سنه. وهنقول له الطول
175 هو 173 او 172، بس انا بامل من ربنا ان هو يبقى 175. كان نفسي اتمط والله. ما علينا. الطول 175. الوزن انا اخر مره موزون كنت 86 كيلو، الكلام ده من 3 اسابيع. كنت مليان وما زلت مليان بصراحه، ما عنديش وقت اتمرن والله، مضغوط جدا. الوزن 86 كيلو بس بعافر يعني، بحاول. هيجي لها وقتها ان شاء الله. الطول والوزن والسن. وهنقول له محيط الرقبه، ما اعرفش محيط الرقبه كام الوقت بصراحه، فهنقول له 36 37 يلا زي ما جت. وهنقول له محيط الوسط 85 بس. محيط الرقبه ومحيط الوسط هتاخدهم ازاي؟ في عندك مزوره، المزوره دي اللي هي ايه؟ انت لما بتروح عند ترزي بياخد لك كده بمتر كده طري كده، بيلف كده حواليك يقول لك القياس. هاته من اي مكتبه ب 5 جنيه ب 10 جنيه حاجه كده يعني، وارميه عندك في البيت هتحتاجه بعد كده. تمام. معامل النشاط، ايه معامل النشاط بتاعي؟ عدد ايام التمرين وشدته. احنا قلنا هنتمرن مثلا 5 ايام في الاسبوع، فهنقول له 1.55. معامل النشاط برضه ابقى اسيب لك الجدول بتاعه، حاجه عبيطه كده. تمام. معامل النشاط هنقول له 1.55. تمام. احنا هنقول له انا عايز اعرف نسبه دهوني، وعايز اعرف البي ام ار بتاعي زي ما قلنا قبل كده، زائد توتال ديلي اكسبندتشر انرجي. تمام. وعايزك تقول لي ايه الاحسن لي. نعمل، انا هتكلم عربي ها، نعمل اعادة تشكيل الجسم اللي هي بادي ريكومبوزيشن، ولا نحرق فات، ولا نزود وزن اللي هو بالك، يعني نعمل كالوريز بلس او كالوريز ديفيشن، يعني سواء هنقلل سعرات او هنزود سعرات. هو بص، انا جايب لك واحد تحت ايدك دلوقتي معاه كل الشهادات دي، فانت ما تشغلش دماغك وما تحاولش تقول ده يعني هو يعرف وانا مش هعرف، هو المدربين التانيين. واتخن مدرب لو قلل في كلام الاي اي، يعني انت برضو يعني اذا كان المتحدث اهطل فالمستمع عاقل، يعني انت برضو خليك فاهم. تمام. انا مش بقلل والله، ما بقلل من المدربين بيعملوا كل ده كده، هو شاطرين. وغير كده وكده هو ما عندوش عنصر الخبره. مدربين عندها عنصر الخبره وعندها بعينيها تعرف انت زدت، انت خسيت، انت ماشي صح، انت ماشي غلط، إيه انت محتاج ايه، انت مش محتاج ايه. انا زي ما قلت ده معمول للناس اللي معهاش فلوس تروح او ما عندهاش حاجه مهمه انها تتابع مع مدرب، في نفس الوقت مش عايزه تفضل قاعده. اتفقنا؟ نعمل اعاده تشكيل للجسم، ولا نحرق فات، ولا نزود وزن. ولما تقول لي ايه المطلوب، عايزك تقول لي انواع الدايت وايه الاحسن ليا. تمام. وهندخل قد ايه بروتين وكارب وفات، وهنحتاج قد ايه فيتامينات. اعمل لنا كل حاجه حرفيا، هيعملها لك. تمام. وقبل ما تبدا تجهز الدايت عرفني، علشان اقول لك ايه الاكل اللي بحبه وايه الاكل اللي مش بحبه. عبد هتشغله عندك عبد يومين وهينزل يعني، ما علينا. هيرد علينا بقى، هو مستنيين يرد علينا. قال لك ممتاز، سأعطيك الآن تحليل علمي دقيق لحالتك الحالية مع التوصية. بص بقى، بلا 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 بلا. هيقول لك اعتمادا على معادلة اليو اس نافي البادي فات كالكوليتر دي. انت لو فتحت جوجل كروم وكتبت بادي فات كالكوليتر هتلاقي برضو عندك موقع، عندك ويب سايت بيحسب لك نسبة الفات بتاعك بناء على الطول والسن والوزن ومحيط الوسط ومحيط الرقبة. مش لازم تروح تعمل انبادي. كان ساعات ما كنتش ببعت الناس تعمل انبادي، يعني هياها. هو عينيك لازم تبقى بس ايه، يعني المدرب يبقى عينيه كده عامله زي الميزان، هو شايف الدنيا عامله ازاي. تمام.
فهو هنا حسب لك نسبه الدهون، حسب لي نسبه الدهون عندي تقريبا من 15% ل 17%، ومش عارف بقى. وبعد كده بيقول لك بيمكن التاكيد بشكل ادق بقياس ديكس او انبادي. حرجني، قال لك نعمل انبادي، بس انا مش عايزك تعمل انبادي يعني ما خلاص من 15% 17% 19%، ما انتش طالع المسرح بكره يعني ما انتش طالع المسرح بكره، انت فاهمني؟ لكن هذه نتيجه تقريبيه جيده جدا بناء على محيط الرقبه والخصر والطول. يعني والله يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. المهم بعد كده قال لك معادله ميفلن، حسب لك المعادله قدامك اهو، وقال لك بعد كده السعرات الحراريه اللي انت محتاجها في اليوم. انا حسب لي السعرات الحراريه اللي انا محتاجها وليكن 2800 كالوري، ده علشان افضل بنفس شكلي كده، تمام؟ قال لك التقييم والتوصيه بقى ايه الانسب ليك؟ قال لك انت في نسبه دهون متوسطه، لا هي عاليه ولا هي واطيه، والبنيه جيده، لذلك الهدف الامثل ليك ان انا اعمل حاجه اسمها بادي ريكومبوزيشن، اللي هو اعاده تشكيل الجسم. ايه اعاده تشكيل الجسم دي؟ بنرفع نسبه البروتين، بنقلل الكارب سيكا، وبنقلل الفات شويه، تمام؟ ليه بقى؟ علشان بتكون عضل، بتزود عضل عندك وبتحرق فات، بتبقى ماشيه بطيء شويه، عمليه بطيئه شويه بس حلوه مش وحشه، وخصوصا لو انت لاعب قديم او مثلا مستواك كان متقدم وبطلت عندك ذاكره عضليه حلوه مش هتزعلك. قال لك لو اخترنا فقط فات لوس انت هتخسر وزن وعضل مع بعض، ولو عملنا بالكينج انت هترفع نسبه الدهون. انت معاك مدرب جامد هيقول لك كل حاجه، انت مش محتاج ان انت تقعد تلف المجاني زيه زي البريميوم، ما فرقتش يعني. معلش البريميوم متحدث لحد 2024، المجاني لحد 2023، مش السنه دي اللي هتخليك تاخد مستر اولمبيا. اتفقنا؟ رجع بعد كده قال لك انواع الدايت، هيقول لك بقى عندك الدايت الهاي بروتين، وهيقول لك لو في مثلا عندك كارب سايكل، وممكن يقترح عليك ان احنا ندخل الهاي بروتين مع مثلا مع الصيام المتقطع، واتكلم معاه قول له لا انا الصيام المتقطع مش هينفع معايا، هيبقى متعب بالنسبه لي، طب احنا ممكن نعمل كذا، ممكن نخلي كذا. في الاخر هو وزع لي الماكروز بتاعتي، قال لي ان هو هيدخل 2 جرام و2 بروتين لكل كيلو في جسمي، يعني انا محتاج 190 جرام بروتين. والدهون هندخل 8 كل كيلو في الجسم، يعني هندخل 70 جرام. والكربوهيدرات الباقي من ال 2800 كالوري دول هندخلهم ايه؟ كربوهيدرات. احنا ممكن ننزل تعالى بقول لك نقطه بقى، كل 7700 كالوري انت بتعجزهم انت بتقل كيلو دهون. حلو؟ في اول اسبوع ليك بتنزل 2 كيلو 3 كيلو، ده ميه، نازل ميه. انت بمجرد ما بتفضي مخزن الجلايكوجين في جسمك بتفضي قصادها ميه، كل نص جرام بينزل قصاده 2 مللي ميه او 2 جرام ميه. فانت في اول اسبوع كده تلاقي الدنيا هبطت خالص. بعد كده النزول بيبدا من الفات بقى، من الدهون، فبيبقى بطيء شويه، تمام؟ فعادي. اللي انا عايز اقوله لك هنا ايه بقى؟ دلوقتي انا لو الدايت بتاعي 2800 كالوري، حلو، وانا كلاعب قديم اقدر مثلا انزل عجز يومي في السعرات الحراريه من 500 ل 1000 كالوري. حلو الكلام؟ فانا قمت جاي منزل 1000 كالوري يوميا، لا بلاش 1000 كالوري، 500 كالوري يوميا. في خلال الاسبوع انا منزل كام؟ 3500 كالوري. مظبوط؟ مظبوط. يعني انا بدل ما امشي على دايت 2800 كالوري، لا همشي على دايت 2300 كالوري. ففي 500 كالوري من شايلهم من الاكل بتاعي، يبقوا كده كام في اخر الاسبوع؟ 500 في 7 ب 3500 كالوري. حلو؟ طيب انا بتمرن، مش بنزل جيم، مش بمشي في الشارع، مش بعمل مجهود، مش عندي ماتش كوره، مش كل دي حاجات بتستهلك من الطاقه اللي في جسمي، بتستهلك من المخزون اللي عندي في جسمي، فبتحرق كالوري. انت النهارده لو معاك يعني 90% من الناس النهارده بقت لابسه ساعات اندرويد وبتحسب المعدل الحرق بتاعها. اي نعم هو مش اكيور، اي نعم هو مش بالملي، بس قريب جدا، تمام؟ فانت النهارده هتبقى عارف انا بتمرن مثلا وحرقت مثلا النهارده على في الجيم مثلا تمارين مقاومه حديد مثلا زائد كارديو، طلعت مثلا ساعه على المشايه مثلا على التريد مايل، قعدت عليها مثلا بسرعه 4 كيلو لمده ساعه مثلا، ولا بسرعه 6 كيلو، حرقت لي 400 كالوري في الساعه. فانا النهارده حرقت 400 كالوري على التريد مايل، وكنت اخد لي مثلا نص ساعه اوزان مثلا مقاومه حرقت فيهم 250 كالوري، يعني كده 650. بتمرن 5 ايام في الاسبوع، 650 وقمت ضاربهم في 5،
ايا كان الرقم، يعني انا في الحساب مش قد كده، معلش تلاقيني في الحساب مش قد كده قوي. فقول 600 في الخمسه ب 3000 كالوري، وكان في 3500 كالوري احنا معجزينهم قبل كده. ده غير ان انت النهارده طالع السلم رايح جاي بتخلي بتودي، هتيجي تلاقي نفسك في اخر الاسبوع انا عارف ان انا مسقط من وزن جسمي مثلا 800 كالوري، مسقط من عندي مثلا كيلو 100 جرام فات، كيلو 200 فات. طب انا جيت اخر الاسبوع وبقف على الميزان ولقيت الدنيا مش مظبوطه، مش شرط ابقى انا غلط. ممكن تبص لنفسك في المرايه، ممكن فعلا تلاقي الميزان زي ما هو بس الحزام وسع، بس التيشيرت من هنا ما بقاش ضيق مثلا، والصدر مثلا ظبط، او مثلا عضله الصدر مثلا زادت، الدراع ملا، في فات نزل وعضل طلع. بس ده بيبقى في حاله البادي ريكومبوزيشن. لكن في حالات كتير لما بنبقى عاملين عجز سعرات، لا هتلاقي نفسك نزلت على الميزان وجسمك بدا يقل، بيترسم بس بدا يقل. فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ نرجع بقى للمرجوعه عشان نخلص الفيديو الطويل ده. فهو قال لك هنا السعرات النهائيه مع عادة التكوين، البروتين كذا والدهون كذا والكرب كذا والمجموع كذا. وقال لك احنا هنحتاج فيتامينات قد ايه، وهنحتاج مغنيسيوم قد ايه، وهنحتاج زنك قد ايه، وي 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 كل حاجه. فبعد كده قال لي ايه بقى؟ مطلوب منك قبل ما ابدا اجهز لك الدايت، ايه الاكلات اللي بتحبها ومرتاح معاها، ايه الاكلات اللي مش بتحبها ومش بتقدر تاكلها، عندك اي نقطه اي ملحوظه قولها له. ما بتحبش البطاطس المهروسه، ما بتحبش البروكلي، كنت عامل البواسير، ايا كان اي نوع الملاحظه عندك تاريخ مرضي، اي حاجه قولها له. انت معاك مدرب محترف حقيقي، مش اي كلام، فاهمني؟ وشغال عندك عبد حرفيا. فانت ما استغله بقى، استغله. قال لك هل في مواعيد ثابته او مرنه للوجبات عندك؟ هل تفضل وجبات قليله او كبيره؟ هتيجي بقى تقول له على الاكلات والوجبات اللي انت بتحبها ومرتاح معاها. هو انا مش في بالي حاجه. هقول له طيب ايه انواع البروتين والكارب والدهون، وانا هختار. يلا انا حتى كمان مكسل افكر انا عايز اكل ايه. فهو هيديك شويه حاجات بتاع الاكل، ادي البروتين وادي هيقول لك البروتين وادي الكرب. اي نعم مش هيقول لك كل حاجه، انت ممكن تقول له اديني من كل نوع، اديني من كل حاجه مثلا من البروتين 50 نوع. هيقعد يكتب لك حاجات انت ما سمعتش عنها، هيكتب لك كل حاجه. بس طبعا احنا هنيجي نختار بقى، يعني مثلا يقول لك صدور دجاج، لحم بقري، سمك سلمون، تنساه ده، سلمون ده تنساه، تونه ماشي، ارز انساه، دينيس ده ما اعرفش النهارده الكيلو بقى بكام، ما علينا. فانت هتقول له صدور دجاج، لحم بقري اهو، بيض كامل، بياض بيض، اللي انت عايزه اختاره حدده له وقول له معانا. جمبري ماشي خده معانا برضه مش هيزعل. لبن خالي الدسم، جبنه قريش، ها من دول. ما عجبكش الاكل ده، مش عاجبك والله، مش جاي على مزاجي، مش جاي على هوايا، اقوم كاتب له غير البروتين، مش عايزه. إيه عندك ايه تاني؟ انت حرفيا اللي انت عايزه على مزاجك. والله انت لو مشترك مع مدرب وقلت له كده لا يسمعك زباله ودان. فانت متخيل بقى هو هيفضل معاك يعني. ده لو بني ادم والله كان دخل الجنه باللي احنا بنعمله فيه. تمام؟ نفس النظام هتعمله معاه في الكربوهيدرات. مثلا في الكربوهيدرات هقول له شوفان ورز وبطاطس وخبز ومش عارف ايه. تمام اهو. في الدهون هقول له زيت زيتون مش عارف ايه مثلا يعني، وليكن دول انا حاببهم. هقول له برضه في نقطه نسيت اقول لك عليها، هقول له انا عايزك تراعي معدل الجلايسيميك اندكس. قول له بس كده مالكش دعوه، ومش عايزه عالي. انا هسيبه لك في البرومبت، انا هسيبه لك يعني عشان ما تفكرش برضه. ومش عايزه عالي، وفي نفس الوقت مش عايز ادخل كربوهيدرات في الصبح. انا واحد من الناس ما بحبش ادخل كربوهيدرات في الصبح يعني بناء. سيبك بقى من حته ان بيوقف بقى هرمون الجي اتش ومش عارف ايه، بيجوعني. انا لما بدخل اي نوع كربوهيدرات الصبح انا بجوع، انا طول اليوم ببقى حلوفه اكل، ما بعرفش امسك نفسي. تمام؟ وهكذا.
واديله مثلا انتر. شوف هيبدا يقول لك ايه مثلا، هيبدا يجهز لك مثلا الدايت بتاعك. حلو الكلام. اهو احنا خلي بالك، احنا ماشيين على البادي ريكومبوزيشن، احنا ما قلنالوش لا انا عايز انشف او انا عايز اوقع فات وشيل لي مثلا 500 او 700 كالوري. لو قلت له شيل لي 700 كالوري هيشيلهم لي، وبناء عليهم هيعمل لي الدايت مثلا على 2100 ولا 2200 وهيحسبها لي بالظبط. تمام. هو هنا هيبدا يقول لك استراتيجيه توزيع الكرب والمكروز. وجبه الفطور ما حطيناش فيها كربوهيدرات، حطينا فيها بروتين ودهون بس. قبل التمرين مش عارفه ايه، والبروتينات ومش عارفه ايه. نيجي بقى لحته تقسيم بقى الايه الوجبات بتاعتنا بقى. هنقولها له كالاتي. بص بقى يا سيدي، انا عايز 5 وجبات في اليوم، مش فارقه 5 4 3 6 7 كلهم واحد، مهم التوتال كام في الاخر، انت مدخل قد ايه في الاخر. تمام. بص بقى يا سيدي، انا عايز 5 وجبات في اليوم. افطار، غدا، سناكس، قبل التمرين، بعد التمرين، عشاء. حلو؟ 6 وجبات. قلنا 6 وجبات. حلو الكلام؟ وهنقوم جايين قايلين له وعايزك تزود لي في وجبة قبل التمرين مشروب باور طبيعي. وممكن تقول له نزود رخامه فيه شويه كمان. وعايز من كل وجبه 2 علشان انوع، علشان ما ازهقش. عارف انت العبد اللي هو وحط لي واقول لي يلا وحط وعرفني نسبة البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة وإجمالي السعرات. بص انت ماسكه مدغدغ وشه، هو هيقوم ردد عليك، هيبدأ يقول لك حاضر اللي انت عايزه، ونفسه طويل. والله العظيم ده لو مدرب كان سمعك احلى كلام. فيبدا يقول لك بقى بناء على اللي انت عايزه هندخل 190 جرام بروتين وكذا كربوهيدرات وكذا واجمالي السعرات ووجبه الفطار وهيعد لك بقى. قال لك 4 بيض كامل، 100 جرام جمبري مشوي، مش عارف 10 جرام زيت زيتون، 30 جرام افوكادو، نسبه البروتين كذا، الدهون كذا، الكربوهيدرات 3 جرام، كذا كالوري. النوع الثاني مش عارفه ايه. وجبه السناك مديك منها نوعين، مش عارف وجبه قبل التمرين مديك منها نوعين. الباور درينك الباور درينك بالنسبه للباور درينك يعني اللي منتشر اليومين اللي فاتوا دول على السوشيال ميديا يعني وقلب الدنيا. احنا كنا بنقوله للناس من 2017 والله ما غرور ولا تكبر قسما بالله، بس فعلا ايام ما كانت المعلومه بيطلع عينينا عشان نجيبها. تمام. قال لك المشروب 250 مللي ميه ومعلقه عسل و5 جرام بذور شيا، دي اللي ما كناش بنحطها، ورشه ملح هيمالايا، احنا كنا بنحط ملح عادي، وعصير نص ليمونه، جرام زنجبيل. يعني اللي عارفني اعوذ بالله من كلمه انا عارف ان احنا كنا المشروب ده من 2017 واحنا بنشربه، في حاجات كتير كنا بنزودها. وشوف هو شغال معاك. جيت انا مثلا على الوجبه الرابعه مش عاجباني، قوم قايل له الوجبه الرابعه اللي هي بعد التمرين النوع الاول، قوم اخدها كوبي كده وقوم قايل له لا معلش يغيرها لي، مش عاجباني غيرها لي. هو حاضر هيغير لك النوع الاول، يدخل لك مش عارفه ايه ويعمل لك ايه ويخلي لك ايه. اسهل مما تتخيل. مش مطلوب منك غير انك تلتزم على اللي هو موجود. هو هيقول لك 100 جرام كذا، هتقوم جايب ميزان المطبخ ووازن. الميزان احنا بنوزن بعد الاكل. انت ذات نفسك يعني خلاص ما عندناش محتاجين بقى هقول طب ايه الممنوعات في الدايت. ايا كان اي حاجه تيجي في بالك اسالها له، ايا كان هو ايه. يقول لك الممنوعات في الدايت كذا، وعشان ما تخسرش عضل تعمل كذا. ممنوعات السكريات البسيطه، الكيك، الكرواسون، الدوناتس، العصاير المعلبه، كورن فليكس، الشوكولاته العاديه، مش عارفه ايه، الزيوت المهدرجه. يقول لك كل حاجه حرفيا. موضوع سهل، موضوع بسيط. تيجي برضو النقطتين
مش عايزك تنساهم. نقول له طيب خلاص احنا عرفنا ايه، خلاص ماشي إيه، كتر خيرك مشكور والله يا اخي. هو قايل له ايه؟ طيب انا عايزك تشوف نسبة الجلوكوز في الدايت وتشوف انا ناقصني ايه. هو هيقوم جاي انا يحسب لك بقى ايه الميكروز بتاعتك، الفيتامينات بتاعتك اللي ناقصاك. هيقول لك انت ناقصك عندك فيتامين كذا وعندك كذا وعندك كذا، الوجبات نسبة الفيتامين اللي كذا عندك مظبوطة، ما انتش محتاج تزود نسبة كذا الفيتامين اللي انت محتاج تزوده. وهيقول لك كل حاجة اهو، ده مش موجود في الاكل، ده موجود، ده الاحتياج المقترح للمكملات بجانب الدايت. قال لك بقى انت عايز فيتامين دي 3 بنسبة من كذا لكذا جرعة يوميا، عايز اوميجا 3 2000 مللي جرام يعني حبايتين 2. مش لازم كل مدرب تروح تتمرن معاه يقول لك انت هتاخد 6 حبايات اوميجا 3 في اليوم، او هتاخد 3 او هتاخد 4، او واحد تاني يقول لك طب ما تخليك في زاندروس، اصل زاندروس اعلى ب 1300 مللي جرام. ما تشوف انا اصلا تحسب لي الاكل اللي انت عامله تمام، وشوف في نسبه فيتامينات قد ايه وبعد كده زود لي. ما هي مش كوبي بيست، مش كوبي بيست، مش كوبي بيست. فانت النهارده معاك حاجه جامده هتعمل لك حاجه ليك انت مخصوص، ما تقعدش تقرف نفسك بقى. وانا بتعصب ليه كده؟ ما علينا. خلص لك الدنيا، ظبط لك الدنيا كلها وخلي لك الموضوع جامد. قول له طيب كل اسبوعين اديني وجبه شيت ميل محترمه. الاسبوع الجاي قول له غير لي الاكل ده كله مش عاجبني، مش عارفه ايه، شيل لي كذا وزود لي كذا، مشي على مزاجك بس في نفس اطار الكالوريز، في نفس اطار الدايت بتاعك. طب كل اسبوعين ادي وجبه شيت ميل محترمه. يلا شوف بقى يوم يديك وجبه شيت ميل ايه، شيت ميل ايه. يقول لك القواعد بتاعتها ممنوع تعمل ايه وممنوع تدخل ايه، وامثله محترمه للشيت ميل، البيتزا ومش عارفه برجر لحم. هيعيش معاك كامل يعني. خلص، كفايه كلام، كفايه كلام. اظن انت كده في اقل من تلت ساعه هتقعد تعمل لنفسك نظام غذائي جامد. اقعد اتكلم معاه بقى وشيل وحط ومش عايز وعايز. انا هسيب لك البرومبت جاهز، انزله لك جاهز، تحط شويه الداتا بتاعتك. مش هتكتب كل ده، مش هخليك تكتب كل ده. هسيب لك البرومبت تاخده لاي نوع اي. كوين ماكس جامد على فكره، جامد. وديب سيك ملوش حل. بس شات جي بي تي 4 بالذات ده توب، لانه يستحق بصراحه يعني. انا جربت كل حاجه، ده ملوش حل. فاقول لك نصيحه ذهبيه ومش عارف ايه وبتاع. خلصنا كل ده بقى، خلصنا كل ده. طب بعد اذنك، انا بحب دايما اشكره عشان لو عملوا ثوره الاليين يفتكر ان انا كنت كويس معاه ويشيلها لي يعني، عشان هيهرسونا والله. المهم، طب بعد اذنك ظبط لي كل ده في جدول وضيفه في ملف وورد علشان احمله. يلا يقعد بقى هو يقوم مظبط كل ده بقى، كل ده ويقوم حاطط لي في ملف وورد ويقوم جامد. مفيش اجمد من كده، مفيش اسهل من كده يعني. اظن انت النهارده عرفت انت ازاي هتعمل الدايت بتاعك، وبناء عليه واحسن من احسن المدربين. ما بقللش من المدربين عشان انا مدرب، اعوذ بالله من كلمه انا، وبرضه مهما كان كل واحد ليه خبرته وليه نظراته. بس انا بعلمك حاجه سهله وانت اولى بيها طالما الدنيا مش مساعده معاك. اهو خلصنا الدنيا. تحميل خطه التغذيه 30 يوم اعاده التكوين الجسدي. انا مدايسان عليه كده داونلود. ورينا كده الراجل ده يفتح يقول لنا ايه. افتح يا بيه. يلا خطه التغذيه لاعاده التكوين الجسدي 90 يوم. مش عارفه الافطار والغداء والعشاء، واعمل لك الجدول واعمل لك الدنيا يعني انت عايز اكتر من كده، عايز اكتر من كده. بس كده يا سيدي، هي دي الدنيا كلها. انت كده لسه لك في ذمتي 3 فيديوهات كمان. واحد فيه انت ازاي هتعمل الاختبارات بتاعتك وتحدد مستواك، وواحد برضه كله هنعمله بالاي اي.
وواحد تاني برضه بس انت هتتمرن شويه يعني يبقى في مجهود، وواحد تاني هيعلمك ازاي تظبط الجدول التدريب بتاعك، والاخير هعلمك ازاي تتابع نفسك وتشوف مستواك بيتقدم ولا لا. خلصت. موضوع سهل، موضوع سهل وبسيط. استفدت؟ لو استفدت دوس لايك واكتب في الكومنتات انا استفدت. مش هقول لك اكتب شكرا، يعني الشكر لله وحده، انا والله يعني بحاول اساعد الناس اللي مش قادره فعليا، يعني ده المطلوب، يعني انا عايز اعرف ان انا فعلا عملت حاجه فادتك ولا لا. ما تنساش تعمل لي شير. يلا اشوفكم بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. معلش انا بتاخر شويه بس غصب عني والله، وعلى قد ما بقدر بحاول ما بنساكوش. يلا مساك زي الفل. سلام. The sun goes down.